تخيلي أول عيد ليكي مع أهل جوزك يتحول لكابوس. كلمة واحدة كسرتك قدام الكل وجوزك واقف ساكت. اسمعوا حكايتي عشان تعرفوا إن اللي يهد كرامتي لازم يعرف إن ليا رد. أنا وأحمد حبينا بعض من أول نظرة، اتفقنا على كل حاجة، من أول الأوضة اللي هندهنها إيه لحد أسامي ولادنا. كان كل همي إني أبقى رفيقة دربه. جه العيد، أول عيد لينا، كنت طايرة من الفرحة. جهزت أحسن لبس عندي، حطيت أحسن برفان، كنت عايزة أروح لأهل جوزي وارفع راسه قدامهم وأبين لهم إن اختياره ليا كان صح. وصلنا بيت أهل أحمد، اللمة كانت كبيرة، عمام وعمات وخلان، ووسطهم كانت قاعدة أمينة مرات عم أحمد اللي كان صوتها عالي وضحكتها بتجيب آخر الدنيا. سلمت عليها وبين إنها بتحاول تبصلي من فوق لتحت. ساعتها قلبي انقبض، قعدت أتكلم مع قرايب أحمد، أحاول أندمج وأشاركهم في هزارهم. وفجأة ومن غير أي مقدمات أمينة بصت لي كده بصة غريبة وقالت لي: بالظبط كده، أنا اتخضيتي وما شفتك يا بنتي. أنا كنت فاكراكي حلوة وجميلة بناء على الكلام اللي وصلني، بس بصراحة طلعتي العكس خالص. الكلمة نزلت عليا زي الصاعقة، حسيت إن روحي راحت مني. ابتسمت ابتسامة صفرة، ما كنتش لاقية كلمة واحدة أرد بيها. لساني اتلجم وعقلي فضي. كل الكلام اللي كنت مجهزاه عشان أبقى لطيفة ومرحة طار في الهوا. بقيت قاعدة أرتعش ومش مستوعبة اللي بيحصل. دي أول مرة أشوفها، وأول كلمة تقولها لي هي الإهانة دي. وزادت الطين بلة لما كملت كلامها. بصت لأحمد وقالت له: المفروض إنه ياخد من بنات العيلة عشان عيالنا يطلعوا حلوين، معرفش خد من بره ليه. الكلمة دي يا جماعة قدام جوزي، وجوزي ما ردش، عمل نفسه بيهزر، ابتسامة مصطنعة كده. أنا كنت بغلي من جوايا بس كتمت غيظي، قلبي كان بيتقطع. اليوم ده كله مر عليا كابوس. كل لحظة في العيد كانت بتفكرني بالكلمة دي، كل ضحكة كنت بحاول أضحكها كانت بتبقى مصطنعة. روحت بيتنا وأنا مكسورة موجوعة وحاسة إني مش أنا. وكل يوم كل ساعة الكلمة دي بتطاردني، مش بتفارق بالي. وجوزي اللي المفروض كان سندي ساكت. وصلنا البيت وأنا النار قايدة جوايا. عملت مشكلة كبيرة مع أحمد. إزاي تسكت؟ إزاي تسيبها تهيني كده قدام الناس؟ أحمد كان متوتر، فضل يبرر ويقول إنها بتهزر وإنها طيبة، بس أنا كنت حاسة إن في سر. وبعد زن كتير أحمد اعترف لي باللي حصل. قال لي إن بنت عمه سارة كانت بتحبه، وإن أمها كانت بتحاول تجوزها له بكل الطرق، بس هو ما كانش بيحبها، هو حبني أنا واختارني أنا، وقال لي إن أمينة وبنتها غيرانين مني. طب يا سيدي خلاص، اللي فات مات، هحاول أنسى، بس إزاي أنسى وجع الكلمة دي؟ الأيام عدت وأنا بحاول ألملم جروحي. في يوم موبايل أحمد رن، شفت الاسم أمينة مرات عمه، قلبي دق، قلت له رد وشغل سبيكر. أحمد تردد في الأول، بس بعد إلحاح مني شغل سبيكر، وأول ما رد صوت أمينة طلع: إزيك يا أحمد؟ أخبارك إيه؟ وأخبار السنيورة إيه؟ مش كانت بنتي أحلى وأجمل؟ أحمد توتر وقفل السبيكر بسرعة. أنا كنت هفرقع من جوايا، بس عملت نفسي مش سامعة حاجة. قمت عملت العشاء وأنا دماغي شغالة ألف فكرة. إزاي أنتقم؟ إزاي أرد كرامتي؟ إزاي أوريهم مين هي ليلى دي اللي كسروها؟ جات لي فكرة شيطانية. بصيت لأحمد وقلت له: إيه رأيك نعزم أهلك وأهلي على العشاء، وكل أعمامك وعماتك، وطبعاً عمك ومرات عمك أمينة وبنتها سارة لازم يجوا. أحمد اتوتر بس قال لي: حاضر من عينيا. كنت عارفة إن في حاجة هتحصل. حضرت كل الأكل اللي بيحبه أحمد، وأكل عمرهم ما دقوه قبل كده. رفعت راسه بجد، لميت العيلة تاني، بس المرة دي أنا اللي كنت ماسكة الخيوط، والكل بياكل والجو هادي. قمت قايلة فجأة ومن غير أي مقدمات: أنا هحكي لكم حكاية. واحدة صاحبتي اتجوزت واحد كانت في واحدة بتحبه وهو مش بيحبها، راح حب صاحبتي واتجوزها، بس اللي بتحبه دي ما فقدتش الأمل، لا هي ولا أمها، خرابت البيوت، وقاعدين بيلفوا حواليه وعايزين يكرهوه في مراته وينكدوا عليها. تفتكروا تعمل إيه صاحبتي؟ اللي بياكل بيكمل أكل عادي ومحدش في دماغه، بس أمينة وبنتها سارة وشوشهم اتغيرت، نفسهم اتسدت، وجوزي أحمد وشه احمر من التوتر. اللي قاعدين من أهلي وأهله مش فاهمين حاجة، بس بيعلقوا على الحكاية اللي بحكيها، اللي يقول دي تبقى واطية، واللي
واللي يقول دي تبقى خرابة بيوت، وفضلوا يشتموا في الشخصيات اللي في القصة. كملت كلامي وصوتي وافق، معاكم حق. عموماً أنا قلت لصاحبتي اعزميهم وافضحيهم قدام الكل، وأعطيهم درس عمرهم ما ينسوه، وخليهم يعرفوا إن ليكي حدود. أصل صاحبتي دي طيبة قوي، أنا لو مكانها ما كنتش رحمتهم. وأنهيت كلامي بكله يا جماعة بالهنا والشفا، وقلت الأمينة وأنا ببتسم لها ببرود: أجيب لك محشي يا طنط؟ اللي حصل بعد كده وشوشهم اصفرت وقاموا من على الأكل قبل ما يكملوا. حسيت إن كلماتي كانت كفيلة تخوفهم وتخليهم يفكروا 1000 مرة قبل ما يتكلموا تاني. كنت بشوف الخوف في عينيهم، وده كان أحلى انتقام. أحمد بيعاتبني دلوقتي وبيقول لي ما كانش ينفع تعملي كده، أنا بقيت أخاف منك. قلت له طول ما أنت كويس معايا اطمن، واللي عملته ده أنا مش ندمانة عليه لحظة. أنا رديت كرامتي وعلمت عليهم درس عمرهم ما هينسوه، بس من غير ما أمد إيدي أو أضر حد. أنا بس خوفتهم ووريتهم إني مش ضعيفة. أنا كنت بنت بسيطة عايزة أعيش في سلام، بس لما اتكسرت اتحولت. يا جماعة إيه رأيكم في اللي عملته ده؟ هل كنت غلطانة ولا كنت برد حقي بالظبط؟ قولولي رأيكم في الكومنتات.